يا جماعة قلنا ابعدوا عن الكابتن سيد عبد الحفيظ، ابعدوا عنه بقى. لما حد من الزمالك يشوفه في اي شارع يروح يلف من الشارع التاني، لكن ما نتقابلش معاه. لا اما تجيبوا لنا حد يعرف يتكلم معاه ويجاريه، لا اما خلاص بلاش نطلع معاه. الراجل ده كل يوم عمال يكربجنا يا جماعة، مش عارفين نروح منه فين. بلاش نطلع معاه. يا ريت رسالة لكل الاعلام الزملكاوي، مفيش حد عندنا بيسد معاه. قعدنا نقول عواد والكابتن احمد سليمان يقول لك ده احسن حارس في افريقيا، وهو ده اللي جاهز، واصله جايب بطولة السوبر الافريقي، واصله احسن من السوبر الافريقي، احسن واقوى من الدوري الابطال والكونفدرالية. ماشي يا عم، نلاقي الكابتن طارق يحيى كمان على نفس الخط عمال طالع. سالوه يقولوا له رتب مين الاجوان اللي يستحقوا يقفوا في منتخب مصر، تصوروا يقولوا ايه؟ يرتب يقول ايه؟ يحط اول واحد عواد، وتاني واحد المهدي سليمان، وتالت واحد يقول شوبير، والرابع الشناوي. هو ده عواد اللي احنا شفناه في مباراة المصري. وحالة وسام أبو علي ومدى مشاركته ومدى إصابته، كل ده هنتكلم عليه مع التجديد لأشرف داري ولياسر إبراهيم. لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة، يا ريت دلوقتي تشترك حالا علشان تلاقينا لما تعوزنا على اليوتيوب. الفيديو ده بإذن الله وبعون الله وبمساعدتكم هيتخذ وهيوصل ل10,000 لايك، وده تحدي. لو بتحب ريمو وسيمو هتكتب لنا في كومنت بحب ريمو وسيمو وهم عندي البريمو. نبتدي بعون الله حلقتنا النهارده. كابتن سيد عبد الحفيظ يا جماعه عمال يعني كل حاجه عنده ضرب طش طخ دخ كده. مفيش شتيمه عند الراجل ده. الراجل ده واخدنا شامي وبلدي يعني على الجنبين استوينا خلاص. يا اما يكون عندنا كوادر مثقفه وعندها سرعه بديهه وتقدر كده تخسف جبهات اللي هو فرتكها لنا لكل الزملكاويه. معلش او انا يا سيدي منهم ببقى قاعد مبلول مش قادر. يعني مش ممكن النهارده واحنا بنتكلم على مواضيع زي عبد الله السعيد يقول له كابتن طارق السيد اخر حاجه يقول له عبد الله السعيد عوضتوه امتى؟ لحد دلوقتي مش هنقول له عوضناه امتى. ايه ده؟ احنا جبنا البديل بتاعه قفشه جبل قاضيه وعوضناه، وخدنا في نفس السنه دوري، وتاني سنه خدنا دوري وخدنا دوري ابطال. يا جماعه احنا مش ملاحقين. مره يطلع مع الكابتن طارق يحيى، مره يطلع مع الكابتن احمد سليمان، مره يطلع مع عفيفي، مره يطلع كل جوله بيكسبها. يعني احنا تبنا. قلق في جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام من حاله وسام ابو علي. هتقول لي قلق الاهلي بمنحدر، اقول لك فعلا الاهلي ما بيعرفش على حد، الاهلي بمنحدر. بس في مشكله كبيره يمكن كانت حاسه بيها جماهير النادي الاهلي اكتر من اي حد، وهو لما في موسم الانتقالات اللي فات ما تمش التعاقد مع اي مهاجم. يمكن جماهير النادي الاهلي كانت بتطالب ان لازم النادي الاهلي يوقع مع مهاجم كمان جنب وسام ابو علي، لان اقرب مهاجم بالنسبه لوسام ابو علي في تشكيله النادي الاهلي الموجوده حاليا في جاب بعيد قوي بينه وبين مستوى وسام ابو علي. يعني لو قلت وسام ابو علي اقرب واحد لمستواه مين؟ يمكن في الفتره الاخيره اللي ظهر ويعني ممكن يؤدي نفس المهمه ولكن برضه مش مكانه الاساسي، هو طاهر محمد طاهر. اما هتلاقي كهربا فهو بعيد جدا عن الموضوع، وانه حتى مركزه مش مهاجم اساسي. لكن حتى لو بتروح تلعب بيه في بعض الاحيان وبتستخدمه كمهاجم وهو مش مكانه الاساسي، لكن برضه كهربا بعيد سواء فنيا او في فورمه او في اللياقه، بعيد جدا، خاصه لما يكون اللي هتحل محله مهاجم بحجم وسام ابو علي في مسافه قريبه جدا لعبها في النادي الاهلي وعدد مباريات قصيره، عمل اكتر من اللي ما لعبوهوش مهاجمين في النادي الاهلي لعبوا لمده مواسم. وسام ابو علي عنده اصابه، الاصابه دي اتصابها في تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم مع طبعا منتخب فلسطين. وسام ابو علي كانت صاب كل التقارير وكل التقارير الطبيه وكل المصادر اللي جايه من داخل النادي الاهلي بتقول لك ان وسام ابو علي مش هيلحق نصف نهائي الكونفدراليه، وده عامل قلق خاصه لكولر الراجل العملي اللي بيفكر بالاسلحه والحاجات اللي تحت ايده بيستخدمها، فهو ما عندوش سلاح بنفس قوه وفاعليه
وسام ابو علي. تيجي تلاقي الاصابه اللي بعد كده وهو اشرف داري. اشرف داري واللي ما لعبش لحد دلوقتي كتير مع النادي الاهلي، لكن في المرات اللي لعب فيها بان ان اشرف داري بيقدم مستوى جيد في بدايه ظهوره مع النادي الاهلي، ولكن اشرف داري ما كملش واتصاب في مباراه العين بالتواء في الكاحل. اشرف داري مش هينفع ان هو يكون يلحق بمباراة استاد أبيجان اللي جاية في دوري أبطال أفريقيا، لذلك فأشرف داري من المحتمل إن هو يكمل في ديسمبر المقبل، يبتدي ياخد فرصته تاني مع النادي الأهلي، لأن الكل في النادي الأهلي والفريق الطبي مش عايز يجازف إن أشرف داري يلعب من دلوقتي لربما تتفاقم إصابته، وده أجمل كلام من الممكن إن هو يعمله الفريق الطبي عشان إصابة اللاعب ما تتضاعفش أكتر من كده. بصحح لسيمو وسام ابو علي، نصف نهائي الانتر كونتيننتال يا سيمو، مش الكونفدراليه. الكونفدراليه يمكن مركزين احنا مع الكونفدراليه ومع الزمالك، واحنا بعيد خالص عن الانتر كونتيننتال والسيراميس والحاجات العالميه دي اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. وعايزين نتكلم يا جماعه عن عواد. هو ده عواد اللي الكابتن احمد سليمان خرب الدنيا مع احترامنا ليه، ومش عاوز نودي لعيبه للمنتخب وما اعرفش ايه. واحد طالع بيتريق يقول احنا طالما بتاخدوا اللعيبه في المنتخب من الاهلي احنا نودي لعيبه الزمالك في الاهلي عشان ياخدوهم. ما مش هياخدوهم حضرتك، هيروحوا الاهلي يلعبوا احتياطي. ما هيلعبوا ايه هنا؟ هياخدوهم ليه؟ ما هو هياخدوهم ليه؟ معلش واحنا عندنا، معلش مع احترام، احنا عندنا مين غير زيزو؟ بدينا شفنا المستوى. عواد ده اللي هيلعب حارس مصر. انا كزملكاوي قبل ما اكون زملكاوي انا مصري، مش ممكن اقبل هذا المستوى اللي كان في مباراة المصري بالهدف اللي لو في حد بيلعب في مركز شباب، بيلعب في مدرسة في ابتدائي، مش هيخش فيه الهدف ده. ولا عمر جابر احسن مدافع في مصر وكلنا اتفرجنا، ولا شيكابالا اللي الواحد منه ب20 ولما بينزل بنلعب ناقصين. مش عارف ده الواحد منك بسالب 20 يا شيكابالا. يعني انا مش فاهم، كل عندنا كلامه بس. يطلع الكابتن احمد سليمان يقول لك احسن حارس في افريقيا وهو ده المؤهل، وانا ما شفتش حاجه لمصطفى شوبير. ويروح برضو الكابتن سيد عبد الحفيظ يروح مديها لنا في وسط الجبهه ويقول لك انت ما شفتوش، كنت في الشغل ولا كان عندك شغل. ده كلام يا جماعه، ده كلام كل يوم والتاني. الكابتن سيد عبد الحفيظ عمال يسوينا على الجنبين ويقلبنا. يا ريت نغلق الصفحه دي، لا اما حد يكون مؤهل وده اشك فيه يواجه الراجل ده ويجابه عشان يمشي معاه كده بينج بونج، لكن كده مش ممكن. كل حاجه خواريم كباري وتشميس، يعني مش معقول. ده بالنسبه لموضوع عواد، اللي انا يعني مش عاوز ان انا اكون يعني متحامل عليه، لكن فعلا لازم النقد يكون لاذع علشان حارس مرمى زي عواد يفوق وما ياخدش من البروباجندا اللي بيعملها الاعلام. ياسر ابراهيم وكل المواقع والسوشيال ميديا بتقول لك ان ياسر ابراهيم فيه مشكله في تجديده مع النادي الاهلي، بس بالتاكيد جماهير النادي الاهلي مش مصدقه الكلام ده، ولا اي عاقل يصدق الكلام ده، لان ياسر ابراهيم هيلاقي فين فرصه زي اللي بينالها دايما في النادي الاهلي. واي لاعب موجود سواء في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا يتمنى انه يكون مكان ياسر ابراهيم في نادي جماهيري من الطراز الاول زي النادي الاهلي، بينافس تقريبا على كل البطولات الكبرى سواء داخل القاره او خارج القاره. ياسر ابراهيم النهارده المشكله الوحيده في تجديده مع النادي الاهلي عايز يجدد مع ياسر ابراهيم، وفي اجماع داخل مجلس اداره النادي الاهلي بالتجديد لياسر ابراهيم. بس النادي الاهلي عنده نظام النادي الاهلي، اللعيبه الكبيره في السن بيتم التجديد معاها موسم. فهتقول لي النظام ده شفناه فين قبل كده؟ شفته في كل الانديه الكبيره. ما هو دايما النادي الاهلي لما بيحب يتصرف او بيحب يفكر او بيحب يعمل تعاقدات او بيحب يعمل اي نظام، هو مش بيخترع، هو بيشوف دايما الانديه الكبيره، وبما انه من الانديه الكبيره في العالم فلازم يحذو حذوها ويمشي بنفس السيستم. فالنادي الاهلي في سيستمه ان اللاعب اللي خلاص تقريبا سنه كبر بيجدد له موسم. ياسر ابراهيم عايز يجدد موسمين، مش عايز يجدد موسم. وهكذا في اجماع داخل مجلس اداره النادي الاهلي انه هيتم التجديد لياسر ابراهيم بالفعل لمده موسمين، وده اللي هيتم الاعلان عنه عن قريب. دي كانت حلقتنا النهارده من ريمو وسيمو. نتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، وزي ما قال ريمو النهارده لو لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى تدي اشتراكك في القناه وتفعل زر الجرس عشان لما تعود
عوزنا تلاقينا بدل ما نتوه منك في الزحمه. ولو بتحب ريمو وسيمو تشجيعا منك لحبايبك ريمو وسيمو، تكتب كومنت تقول فيه بحب ريمو وسيمو وهم عندي البريمو.